السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب العالمين، واشوفكم دايما مبسوطين ومرتاحين البال يا رب العالمين. اول ما نبدا كده بالصلاه على النبي، لايك حلو منك كده يا ست الكل، والاشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش عشان تنوري لي قناتي يا احلى متابعين في الدنيا. طبعا النهارده فطير مشلتت. حاطه بقى كيلو دقيق، عمل لي 5 قرص حلوين، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، في المتوسط. عمل لي 5 قسما بالله كان طعمه زي السكر. بس كده عملت ايه؟ هو انت هتعملي ايه؟ هو كيلو دقيق حطي عليه رشه ملح، يعني نص معلقه من الملح او معلقه من الملح على الكيلو، واعجني بالميه. تمام. عايزه تحطي معلقه سكر، معلقتين سكر، ده انت وراحتك. تمام. دوت. كل المقادير، كل بصي ما فيهاش اي شغلانه ولا اي حاجه ولا اي كسل. هتعجني كتير، بس بقولك ايه، العجين بيطلع الطاقه السلبيه. العجين بيديكي طاقة إيجابية كده، وبيديكي حماس، وبيديكي نشاط، وبيديكي كل حاجة حلوة، أقسم بالله العلي العظيم. أنا من عشاق العجين. أنا لو ما بعملش عجين في يوم، أو مثلا قعدت طولت إن أنا ما بعملش عجين خالص، بحس إن أنا في حاجة ناقصاني ومش مرتاحة. فقسما بالله العظيم فعلا العجين في البيت رزق وصحة وراحة بال، وبصي حاجة جميلة في البيت. العجين ده رزق يا جماعة. لازم حتى لو هتعملي كل يومين اي حاجة، ان شاء الله لو بنص كيلو، ربع كيلو دقيق يا ستي، اعملي اي حاجة، حبة قرص، طلعي ايه الطاقة السلبية منك وانت بتعجني كده، وتحسي بملمس العجينة وانت بتعجني كده، وبتخلي الدنيا زي الفل كده. وبصي خد ودي بشكل ودي. اقسم بالله. بصي والعجن ما عرفتش اعجن في الطبق، فروحت عجنه بقى على الصينيه على طول، قعدت ودي ودي وتجيب وكده، وحطيت حبه دقيق. وقعدت ادعكها جامد كده زي ما انتم شايفين، خليتها زي الفل. والله العظيم بقت زي الفل يا جماله. طبعا هنا بقى بصراحه ايه، جوزي لقاني قاعده كده، فبيقول لي بقول لك ايه، بقول له قول. قال لي قومي اعملي لنا كده اي حاجه. فبقول له طب عايز ايه؟ قال لي اعملي لنا فطير نتعشى بيه وكده. قلت له يا سلام، فهو انت جيت في جمل؟ والله لا اقوم اعمل لك ايه، قرص فطير. فعملت الفطير، واصلا دي مش اول مره انا على طول بعمله. طبعا انتوا حضرتوا معايا لما حبايبي بقى اللي حضروا معايا لما كنت عامله عند ماما، بس كنت عامله كميه عند ماما، كنت عامله يعتبر كان مش عارفه 3 كيلو او 4 كيلو، كنت عاملاه عند امي. وهنا ما وفي شقتي عملت بال2 كيلو. ويمكن المرة دي أقل حاجة، أنا أقل فيديو يعني عملته في المعجنات. طبعا عملت كيلو والله العظيم عمل لي 5 فطاير عسل 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 عسل. طبعا بقى بصي بقى، انا دلوقتي بقرص الكبيره اللي انا هحط كل الطبقات فيها في النص، وهلفها زي قرص مدور كده. تمام. عملت 5 كبار، ان انا تقريص كبير، وعلى حسب بقى الحاجة اللي هي طلعت منك ان هو الصغير انت هتقسميه. انا عملت على كل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى افضل الصلاة والسلام عليه. على كل طبعا اللهم صل على النبي في ايه. على كل قرص كبير عملت عليه قرص قصاده 4. هو على قد ما كفى بالظبط، عملت 4 اقراص فوق بعضيهم، وكانت زي الفل. تمام. الطبقات يعني اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي في الفيديو، وهتعملي بالسمنة، هتفردي بالسمنة وهتدهنيها بالسمنة، وهي فوق الطبقات كل طبقة وطبقة بتحطي سمنة قشطة قشطة. طبعا بقى هنا ما كنتش بعمل لوحدي بقى، انا لقيت نفسي ما عدتش قادره بصراحه، فحتى بعجن كده، دراعي خدل، ما قدرتش ان انا اقاوم قوي، فخليت بقى جوزي وراح عمل مكاني، قاعد بقى بيفرد. طبعا فرد الرجاله غير فردنا خالص، يعني احنا هنقعد نفرد كده بايدينا وكده، بس هو بقى مسافه ما بياخدها ويقعد يوديها كده يمين وشمال ويمين وشمال، خلصت بتخلص في ايده في ثانيه الا ثانيه. انتوا هتشوفوا ده كل ده في الفيديو هنا دلوقتي. طبعا بقى زي ما انت شايفه كده هفضل افرد، مش مشكله الطبقات الصغيره اللي هي هتبقى فوق بعضيها، مش مشكله ان هي تتقطع.
لكن تبقى مشكلة لو الكبيرة، القرص الكبير لما نيجي نفرده يتقطع. ليه؟ لان هو الغلاف اللي بره. تمام، هو الغلاف اللي بره ما ينفعش يتقطع، هيبقى شكله مش لطيف خالص في الفطيرة يعني. وانت هتشوفي دلوقتي الفطيرة، بصي ايه بقى جماله يا جماله. طبعا كده اهو زي ما انت شايفه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله افضل الصلاة والسلام عليه. يا رب يا رب، انت الرزاق، انت اللي عالم، انت اللي قادر على كل شيء. بصي بقى يا ست الكل، اهي ده القرص الكبير بقى. هقعد الف واجيب يمين وشمال ومش عارفه ايه، وصوابعي خدلت وكده. ففي الاخر بقى خليته هو بقى يعملهولي كله بصراحه. بصي يا ست الكل، الفيديو بصي مفيد جدا. قومي كده تشجعي لو بنص كيلو دقيق، والله العظيم هتعملي احلى قرص واحلى فطير، احلى اي حاجه معجنات، احلى حاجه هتبسطي عيالك، احلى حاجه طول يعني انت قاعده دلوقتي مكسله مخنوقه، مش عارفه عايزه تاكلي اي حاجه، مش عارفه ايه، ابسط حاجه هتروحي تجيبي قرصتين من اللي انت عاملاهم، فطيرتين من اللي انت عاملاهم، ومش عارفه ايه، كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه، اي شيء هتقعدي وتشربيها وانتي بمزاج كده قدام التلفزيون يعني. وبصي احلى قعده. والله العظيم انا جبت الصواني بتاعتي وجبت حالي كده ورحت قاعده في الصاله، قلت عايزه حاجه ايه واسعه اقعد فيها. زي ما انا قلت لك اهي الطبقات اهي كلها. طبعا عملت 4 طبقات فوق بعضيهم. طبعا الغلاف اللي تحت هو اللي هلم بيه الاربع طبقات دول زي ما انت شايفه كده اهو. وكله مدهون سمنه، عشان لازم السمنه يا جماعه عشان تورق معاكوا وتبقى زي الفل. طبعا هنا مربع، هعمل ايه عشان مربع بقى؟ اعمل ايه؟ فاروح جايباها بقى قرص كده، هعجنه كده، هلفه كده زي ما انت شايفه، وفي الاخر اعمله زي قرص صغنن. بعد كده بقى هحطه في الصينيه وهسيبها. طبعا احنا في ساعه، فطالما احنا في ساعه بقى يا ست الكل مش هنحطه في التلاجة. هي كده كده دقيقتين وهتلاقيها جمدت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد السمنه. تمام، ادي الصينيه اهي. طبعا بقى هسيبها وفي الاخر تفرد. ادي جوزي اهوت وهو بيساعدني، شفتي بقى بيعمل ايه؟ بصي بقى اللفه بتاعته، ربنا يبارك لي فيه يا رب، ويبعد عنه اي اذى واي حاجه وحشه يا رب العالمين، ويرزقه برزق بناته يا رب. بصي بقى يا ست الكل، بصي اللفه بتاعتهم، لفه الرجاله اصلا بتبقى لفه بصي سبحان الله بيخلصوا في ثانيه الا ثانيه اهو. مستحيل هبقى اعمل نفس اللفه. اتقطعت منه، بس ايه بقى، وبحمد ربنا اللي هي جايه في الحرف. عارفه لما تتقطع في الحرف مش مشكله، هتبقى من تحت تمام. لكن المشكله حاجه واحده، اللي في النص هي اللي ما تتقطعش، عشان هي دي الغلاف اللي باين. تمام، زي ما انت شايفه كده اهو. دي واحده تانية برضو، وراح برضو عاملها، وهو اللي قام بالواجب يعني بصراحه. هو اللي قام بالواجب. فبيقول لي يعني انا اطلب منك حاجه تشغليني؟ قلت له مش مشكله، احنا الاتنين واحد يا بابا، عادي اعملها انت. قال لي خلاص ماشي ماشي ماشي، مش مشكله مش مشكله. فراح بقى بيقول فهو بقى طبعا عشان انا مش منزله الفيديو ممنتجاه وكده، فراح بيقول لي ايه، انا هروح اقول لهم ان انا اللي عملته كده، عشان خاطر اللي عمل كده يعني فرد لي كام واحده، يبقى هو اللي عمل كل حاجه، كل حاجه هو عملها. ادي اهي. بصي والله العظيم يا جماعه كانت طعمها زي السكر سكر. ادي اهي الطبقات، وهلفها بقى على طاولة على بعضيها كده، وكمان هقرصها طبعا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الصينية بقى، وهفردها اهو زي ما انت شايفة كده. خلاص بقى هي دي بقى انا ما استنيتش عليها بصراحة، يا دوبك دعكتها سمنة، عشان كده غلبتني في الفرد شوية. المفروض ان انا اسيبها علشان السمنة تجمد فيها شوية علشان خاطر اعرف افردها براحتي. طبعا بقى انا استعجلت عليها فرحت خدتها على طول يعني وعملتها كده، بس برضك نفعت يعني، ان انا برضك يعني وراكي وهعملك يعني. فطبعا بقى لو انتي وصلتي لحد هنا ما تنسونيش في لايك وكومنت، قمر تكبروا بيه بخاطري زي ما انتي دايما بتكبروا بخاطر ربنا يكبر بخاطرنا كلنا يا حبيبه قلبي. بجد بجد بحبكم جدا 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 جدا، على كل الناس العسل الجمال اللذاذ اللي لسه داخلين لي جداد وبيكلموني بقمه الادب والاخلاق. بجد قسما بالله انا بحبكم في الله، وببقى مبسوطه جدا من كلامكم القمر. بصي يا ست الكل، انا طالعه على محتوى، انا مش من نوع ان انا طالعه ان انا اظهر نفسي بحاجه وحشه ولا الكلام ده كله. انا طالعه بمبدئي، انا طالعه ان انا
تعرفوني كشخصي اللي انا بعمله فقط لا غير، مش اللي انا طالعه اتعايق. تمام؟ عشان في تعليق رخم جه وبيقول انت بتبينين المقشه. طيب ما هو انا محتوية كده، عاجبك تتفرج مش عاجبك يا حبيبي اعمل رفض للقناة واطلع منها، ما تعمليش اشتراك. لكن بلاش الكلام السائل دوت، لاني انا مش طالعه اتمرقع ولا طالعه، انا طالعه بأدي روتينات مش اكتر من كده، ومش طالعه اتعايق بنفسي. انا ما بظهرش كاملا لان انا مش طالعه اتعايق بنفسي، انا طالعه على المحتوى اللي انا اللي انا طالعه بيه. تمام؟ انا بجد بحبكم جدا، وبحب كل حبايبي اللي كلمني بكلام قمر، ربنا يكبر بخاطركم كلكم. وادي اهوت الفطير، بصي الطراوه يا جماعه، بصي بوديه شمال ويمين، بصوا طري جدا قسما بالله. انا بشتري ديت ب25 جنيه من الفرن. انتوا عارفين كيلو دقيق عملت 5 فطاير زي الفل، وكمان جمال. واسيبك في رعايه الله.